وهنا بقى يا حلوين جبنا المطحنة بتاعة الخلاط بتاعتنا، جبنا عودين قرفة ومعلقة كبيرة كده قرنفل وعشر حبات هيل اللي هو الحبهان، وقعدنا نطحن فيهم كده لحد ما بقوا بودرة. وبعد كده جبنا كوباية سكر ونص كوباية شاي، وحطيناهم برضو في الكبة كده وطحناهم برضو لحد ما ما بقوا برضو ناعمين خالص. هنا بعد ما خلطناهم بقى حطيناهم في طبق كبير كده، وحطينا عليه كوباية لبن بودرة، وقعدنا نقلب بقى كل المكونات دي عشان كله يبقى ياخد من بعضه كده. بس كده بقى تحطي بقى، هاتي بقى ما نعمل كوباية شاي كرك كده. عايزة تحطي كده تسخني مية سخنة وعلى معلقة أو معلقتين شاي براحتك. عايزة تحطي في الكنكة كده وتغليها، بيبقى الاتنين بيبقوا حلوين قوي. بس كده. عايزة تصفيه صفيه، بس انا بسيبه كده بيبقى رايق برضو، سيبيه بس ثانيتين تلاتة بيبقى رايق وكله بينزل لتحت، يعني بيبقى طعمه حلو قوي. هو اصلا كل ما تحطي البودرة ديت وتسيبها في المية كده بيبقى طعمها جميل قوي. بس كده، وانت عبي بقى في برطمانات والف هنا.